النهارده هنعمل طريقة عمل الشنطة الكليم. عايزة اقول لكم ان الشنطة سهلة جدا وبسيطة. تعالوا نشوف هنستخدم قد ايه خيط. انا هستخدم كنت هنا محتارة استخدم بينك مع ابيض ولا بينك مع لبني. هستخدم بكرة من كل لون، والبكرة عاملة حوالي ربع كيلو، يعني هنستخدم نص كيلو، ومعاهم كمان الابرة المناسبة ليهم. انا حسيت ان الخيط هنا رفيع، لما احطهم مع بعض، فالابرة العاج اللي هي الكبيرة دي حسيت ان لا هيبقى فيها ال يعني الغرزة واسعة شوية، فالإبرة بتبقى على حسب سمك الكليم. فممكن انت سمك الكليم يبقى كبير او تخين، فهتستخدمي إبرة أكبر. أنا استخدمت هنا إبرة رقم 6، وهبدأ أعمل عقدة البداية زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ أعمل بعد كده مجموعة من السلاسل. هرتفع حوالي 12 سلسلة. في الآخر هيبقى عندي طول السلسلة بتاعتي 15 سنتي. فطبعا انتي هتعملي السلاسل على حسب سمك الخيط بتاعك، ففي النهاية يبقى عندك سمك الخيط طول السلسلة اللي احنا هنعملها 15 سنتي. وهتلاقوا كده السلسلة بتلوي معاكم كده، فانتوا في كل شوية تبدأوا تشدوا كده في الخيط، لان ده كليم فبيمط شوية. علشان ساعات بيقولولي ان الشنطة بتورب او قاعدة الشنطة بتورب معانا. لا، انت طول ما انت شغالة كده بتشدي في الخيط او تفرديه او تفردي السلسلة اللي انت تعمليها، علشان زي ما قلت لكم ده خيط كليم. بصوا انا ببدأ ان انا افرد كده السلسلة بتاعتي علشان تتفرد وتاخد الغرزة كويس جدا. وهنا عندي بقيت 15 سنتي. هبدأ بعد كده بقى اشتغل في القاعدة بتاعتي. هنا هقول لكم كل مقاسات الشنطة في الاخر. بعد كده هبدأ بقى اشتغل في كل سلسلة هتقابلني غرزة حشو، بس في اول غرزة دي هعمل تزايد غرزتين حشو. هنا المفروض انا بعمل 3، بس انا عملت غرزتين حشو، ولما هاجي هقفل السطر هعمل التالتة. وهتشوفوا دلوقتي انا عملت كده اول غرزة فيها غرزتين حشو، وبعد كده هبدأ اشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو عادية لحد ما اوصل لنهاية السطر، ونشوف هنعمل ايه. هنا وصلت لاخر السلسلة زي ما انتم شايفين. هبدأ بعد كده في اخر سلسلة دي هبدأ اشتغل فيها 3 غرزة، غرزة حشو في نفس السلسلة. يعني هعمل تزايد من الجنب ده في نفس السلسلة 3 غرزة حشو. بعد ما عملت 3 غرزة حشو بالشكل ده ببدأ بصوا اعمل كده ابدأ ان انا افرد الغرز اللي انا بعملها، وابدأ بعد كده اشتغل غرز حشو عادية جدا في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو لحد ما اوصل لنهاية السطر او بداية السطر عشان نبدأ السطر اللي بعد كده. فانا هنا هكمل لنهاية السطر، وبعد كده تعالوا نشوف هنقفل السطر ازاي. هنا بعد ما وصلت لنهاية السطر شايفين هنا هبدأ اعمل الغرزة التالتة، لان انا بدأت زي ما انتوا قلت لكم في الاول لما بدأت غرزتين حشو تزايد. هنا هقفل الغرزة التالتة اهي في نفس السلسلة، فبقى كده عندي 3 غرزة حشو هنا اهم. دول كده لما اجي اقفل السطر انا هشتغل داير ما يدور. فعشان هشتغل داير ما يدور لازم اعمل ماركر لبداية السطر كده. ده بداية السطر بتاعتي. شايفين هبدأ بقى اشتغل هنا. المفروض ان انا هعمل تزايد في كل غرزة من ال3 دول 2 غرزة حشو. دي اول غرزة معايا هعمل فيها اول غرزة حشو بالشكل ده، وهحط الماركر علشان دي تبقى بداية السطر بتاعي، لان انا هشتغل حلزوني. تمام، يبقى دي اول حاجة. فانا في الغرزة دي المفروض بعمل تزايد، والغرزة دي بعمل تزايد في كل غرزة هتقابلني غرزتين حشو في اللي هما ال3. بس انا بداية السطر بتاعتي اللي هي اللي في النص. انتوا اكيد فاهمين انا قصدي ايه، ويا رب يكون بس وصلت لكم المعلومة. فالغرزة دي هعمل فيها تزايد، هعمل فيها غرزتين حشو بالشكل ده. تمام، والغرزة اللي بعدها برضو هشتغل فيها غرزتين حشو في نفس السلسلة. تمام، ادي الغرزة الاولانية، ودي الغرزة التانية اللي هشتغل فيها غرزتين حشو في نفس السلسلة. طيب انا كده فاضل لي غرزة اللي هي التالتة ما عملتش فيها غرزة حشو. لا، ده لما هاجي اقفل السطر هعمل فيها تزايد. شايفين هنا دي الغرزة دي والغرزة دي عملت فيهم تزايد. الغرزة بقى اللي هي بداية السطر او نهاية السطر اللي هي اصلا تبعهم دي، لما اجي الف هنا كل ده كده واعمل هنا تزايد،
واجي اقفل السطر هعمل في اخر تزايد. يعني انا هنا بصوا عملت غرز حشو عاديه جدا، هاجي هنا في كل سلسله اللي هما الثلاث سلاسل اللي في نفس السلسله اللي هما تزايد السطر الاولاني، هعمل في كل سلسله غرزتين حشو تزايد عادي جدا. بس هي بتفرق بس في نهايه السطر، علشان انا بادئ السطر من التزايد في السلسله الثانيه. فاهمين قصدي؟ يا ريت يكون المعلومه وصلت لكم بسهوله. انتوا برضو لما اجي اقفل السطر هتشوفوا او هتعرفوا انا بتكلم في ايه. فانا هنا بعمل عملية تزايد عادية جدا في الثلاث غرز بتوع التزايد، هعمل في كل سلسلة غرزتين حشو، يعني هيبقى عندي في الجنب ده 6 غرز حشو اللي هما التزايد. تمام اهو كده، دي تاني غرزة ودي تالت غرزة هعمل فيها غرزتين حشو في نفس السلسلة. طبعا انتوا عارفين ان خيط الكليم متعب، وانا اصلا مش عارفة اصور وفي نفس الوقت ان انا اتعامل مع الكليم ده، تحسوا ان الكليم ده ان انت عايزة تتخانقي معاه. لكن في النهاية عايزة اقول لكم ان هو حلو جدا. هتشوفوا الشنطة في الاخر. هنا بقى خلاص انا وقفت التزايد، هبدأ ان انا اكمل هنا غرز الحشو لحد ما اوصل لبداية السطر هنا. وهنا خلصت غرز الحشو اهو، شايفين؟ هبدأ بقى ان انا تبدأي تشدي كده، كل ما تعملي سطر تشدي. دي الغرزة اهي هنا، دي اللي هي اللي انا عاملة عندها الماركر، دي هي الغرزة اللي المفروض اعمل فيها غرزتين حشو عشان اكمل التزايد بتاع الغرزة اللي هما الجنب ده. فاهمين قصدي؟ لان انا بعمل عملية حلزونية، يعني انا بشتغل حلزوني، عشان كده مفيش بداية ونهاية السطر. فانا هنا اشتغلت اخر السلسلة دي غرزتين حشو، بحيث ان هنا يبقى عندي دول 6 والناحية التانية 6. شايفين؟ لكن الماركر ده بداية السطر. طيب بداية السطر فين؟ بداية السطر في نص، بصوا هنا في نص التزايد بتاعي. فانا هنا عندي التزايد هبدأ بقى ايه من النص. المفروض ان انا بقى الغرز دي بعمل واحدة تزايد وواحدة مفرد، واحدة تزايد وواحدة مفرد. طيب انا هنا عندي بداية السطر، بداية السطر دي اهي اللي هي الغرزتين دول، واحدة هعملها تزايد، ادي واحد، ابدأ احط الماركر على طول، يبقى دي بداية السطر. شايفين؟ في تزايد في نهاية السطر، انا لسه ما بدأ، انا ببدأ من النص. هبدأ هنا اعمل غرزتين حشو في نفس السلسلة، وبعد كده غرزة مفرد. تمام، هاجي للي بعديها اعمل غرزتين حشو وغرزة فردي. تمام، هنا كده انا ناقص لي تزايد واحد. التزايد الواحد ده انا بعمله في نهاية السطر، مش هنا، لان انا ببدأ السطر من نص الايه التزايد. تمام، فهمتوا قصدي ايه؟ ان انا ببدأ من نص التزايد، عشان كده لما باجي انهي التزايد اي انهي السطر بعمل بتزايد. هنا بصوا بقى ببدأ ان انا اشد كده الخيط واشد كده كل الشغل بالشكل ده عشان يتفرد معايا. تمام، هبدأ بقى اكمل كل ده غرز حشو كده اهو مفرد. وبصوا بقى هبدأ ايه اتني الشنطة كده، لان ده كده بالمقلوب كده بعد الشنطة بتاعتي اهو هتبدأ تاخد الكيرف بتاع الشنطة او القاعدة بتاعتنا. تمام، هكمل بقى انا غرز الحشو لحد ما اوصل للتزايد اللي احنا بنتزايده. تقدري تحطي عند بداية التزايد ماركر عشان لو انتي مش هتعرفي بداية التزايد فين ونهايته فين. هنا انا كنت عاملة غرزتين حشو في كل سلسلة. تمام، هعمل بقى برضو غرزتين حشو، غرزة حشو وغرزة فردي، غرزة حشو وغرزة فردي، اللي احنا بنعمله عادي جدا، التزايد العادي جدا بتاعنا في كل سطر. بس هنا بقول لكم الفرق ان انا في نهاية السطر انا بعمل تزايد برضو عشان اكمل التزايد اللي بدأته في بداية السطر من النص. لكن هنا التزايد عادي جدا. هعمل هنا واحدة تزايد وواحدة فردي، واحدة تزايد وواحدة فردي، وبعد كده اكمل غرز الحشو عادي جدا. ولما اجي اقفل السطر هعمل واحدة تزايد واحدة فردي علشان اكمل تزايد اللي هو بتاع بداية السطر بتاعي.
هنا اهو وصلت لنهاية السطر. شايفين بقى الغرزة دي بعمل فيها تزايد، 2 تزايد في نفس السلسلة وواحدة فردي، ودي بقى كده ايه، دي بداية السطر بتاعنا. تمام. وهنا هبدأ اوقف التزايد بتاعي. خلاص كده انا مش هتزايد تاني خالص، بس معايا الماركر ده شغال معايا علشان اعرف بداية ونهاية السطر فين. تمام اهو. بص شايفين هنا ده الماركر ده معايا. انا هبدأ بعد كده اعمل غرز عادية جدا من غير اي تزايد، رايح جاي رايح جاي كده، يعني حلزوني اقصد، مش رايح جاي، حلزوني كده. وكل سطر اجي عند الماركر لازم احط الماركر بتاعي عشان اعرف بداية السطر، وابدأ بقى كده تعدلي وتبدأي ان انتي تظبطي الشنطة بتاعتك وتشدي. تعالوا نشوف بقى هنا مقاس قاعدة الشنطة بقى قد ايه. هنا المقاس بالظبط عندي حوالي 25 سنتي. تمام. هكمل انا بقى غرز عادية جدا. يعني هنا ارتفعت بصوا سطرين بالظبط علشان هبدأ اعمل عملية تناقص. انا عايزاها تبقى واخدة الكيرف شوية من فوق، او مش تبقاش مربعة زي اللي انا عملتها قبل كده. فهبدأ هنا اهو، دي نهاية السطر بتاعي. انا ارتفعت سطرين بالظبط بدون اي تزايد ولا اي حاجة، يعني سطرين ثبات. تمام بالشكل ده. هبدأ بعد كده بقى اعمل عملية تناقص. شايفين هنا دي بداية السطر بتاعي. هبدأ اشيل الماركر واخد غرزة حشو بالشكل ده. تمام اهو، ونحط الماركر. يبقى دي بداية السطر كده، انا بدأت سطر جديد. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هعمل في السطر ده تناقص. طيب اعمل في الاتنين دول تناقص الاتنين. طيب هنعمل امتى تناقص؟ هتعملي كده الشنطة بالشكل ده وتشوفي اللي هما الجنب بقى، الجنبين دول. شايفين؟ شايفة اهو. هبدأ اعمل تناقص. تناقص ازاي؟ هدخل في اول سلسلة، مش هسحب الخيط، هخليه على الابرة وادخل في تاني سلسلة واسحب الخيط كده. هيتبقى لي 3 كده على الابرة، هسحبهم بقى كلهم مرة واحدة. ده كده تناقص. وهعمل تناقص مرة واحدة من الجنب ده ومرة واحدة من الجنب التاني. هكمل كل ده غرز حشو لحد ما اوصل للاتنين دول، هعمل فيهم نفس التناقص. اهو انا عملت هنا غرز الحشو عادية ووصلت هنا للاتنين، هعمل فيهم برضو تناقص بالشكل ده. ادي او بدخل كده وبدخل في التانية على طول، وبعد كده بسحب التلاتة مع بعض بالشكل ده، وده تاني تناقص. وهكمل السطر عادي جدا لحد ما اوصل للماركر. وتبدأي طول ما انتي قاعدة شغالة في الشنطة تبدأي تعملي وتشدي كده عشان تبقى مظبوطة معاكي. تمام كده انا خلصت نهاية السطر اهو. عملت هنا تناقص في الجنب ده وتناقص في الجنب ده. هبدأ ارتفعت هنا سطر عادي جدا من غير اي تناقص ولا اي حاجة، سطر ثابت. هبدأ بقى ارتفع مجموعة من السطور الثبات اهو. هنا ارتفعت مجموعة من سطور الثبات. خلاص حجم الشنطة كده بقى معايا حلو قوي. تعالوا نشوف حجم الشنطة بقى معايا ايه. لو هنقيس كده طول الشنطة بتاعتي حوالي 18 سنتي. حلو. وعرض الشنطة معايا هيبقى حوالي تقريبا برضو 25 26. تمام. هبدأ بقى اعمل اليد بتاعة الشنطة. انا عندي هنا خلاص شايفين هنا الابرة اتكسرت من كتر الخيط بتاع دي، تاني ابرة على التوالي تتكسر مني. طيب هنا بقى هبدأ اعمل الدراع. هبدأ اعمل الدراع من الجنب ده. طيب انا عندي حجم الشنطة صغنن، فانا هعمل الدراع عرضه برضو صغير وهيبقى شكله جميل جدا. هعمل ايه العرض الدراع؟ هعمل ال3 غرز دول بس. شايفين ال3 غرز؟ يعني انا هبدأ اشتغل في ال3 غرز دول او ال3 سلاسل دول وال3 سلاسل الجنب التاني عشان تبقى عندي الشنطة الفتحة بتاعت الشنطة نفسها تبقى واسعة وحلوة. فهبدأ اشيل الماركر كده وابدأ اشتغل زي ما قلت لكم في ال3 سلاسل دول هم اللي هشتغل فيهم غرز الدراع بتاعنا. فهدخل كده، دي اول غرزة معايا اهو وانا بشتغل بالابرة المكسورة.
لاني الابره التانية هتبقى اصغر شويه، فانا بدات ان انا اشتغل بالابره المكسوره عادي جدا. الجيش بيقولك اتصرف، فمش هنوقف اي حاجه. دي اول غرزه معايا. هشتغل تاني غرزه زي ما قلت لكم، هنشتغل 3 غرز بس للدراع. عايزه تشتغلي الدراع اعرض من كده بتشتغلي 4 سلاسل، عايزه اعرض من كده بتشتغلي 5 سلاسل، لكن انا حاسه ان 3 سلاسل حلوين جدا لحجم الشنطه دي، علشان يبقى فتحة الشنطة معانا برضو ايه كويسة. تمام. ادي كده تالت غرزة. هعمل ايه بعد كده؟ اهم دول التلاتة. تمام كده اهي الشنطة كده مظبوطة معايا. هبدأ ارتفع سلسلة وهلف الشغل بالشكل ده. تمام. هظبط بقى الخيط، لا الخيط مش هيجي من هنا، الخيط المفروض يجي من الناحية التانية اهو. هاخد بالي ان الناحية التانية الخيط يجي، لا تعالى يا خيط بقى من هنا كده علشان نسحبك. هبدأ بعد كده بقى ايه؟ هشتغل. انا ارتفعت سلسلة بمثابة غرزة حشو. هشتغل سلسلتين. ادي اول غرزة، اول غرزة حشو. الابرة مش مساعديني خالص علشان اتكسرت، بس برضو مش هنوقف. هبدأ اشتغل الغرزة التانية. زي ما قلت لكم احنا هنشتغل 3 غرزة حشو، لكن احنا ارتفعنا سلسلة في الاول، دي من مثابة غرزة حشو. تمام. ودي تاني سلسلة اهي بالشكل ده اهو. هبدأ ارتفع سلسلة ودي بمثابة غرزة حشو، واشتغل سلسلتين، الف الشغل واشتغل سلسلتين. هبدأ بقى اعمل نفس واكرر نفس العملية رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل لطول الشنطة او لطول الدراع اللي انا حباه. وبعد كده تعالوا نشوف هنخيط الشنطة ازاي. هنا بعد ما وصلت لطول الدراع اللي انا حباه رايح جاي رايح جاي بالشكل ده شايفين، هبدأ بقى اخيط الشنطة او اخيط الدراع بإبرة التنظيف عادي جدا. هقص كده شوية، اسيب شوية من الخيط علشان هم دول اللي هخيط بيهم بالشكل ده، واقص واطلع الخيط بالطريقة دي. وبعد كده بإبرة التنظيف هبدأ اخيط. طب هخيط فين؟ هخيطهم في ال3 غرز اللي قصادهم على طول ما يقابلها من الشنطة دي اهي بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنخيطها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة ومفيهاش. هخيط عادي جدا بس في 3 سلاسل علشان تبقى مظبوطة. وبعد ما خيطت الشنطة شايفين بقى شكلها كيوت وحلو جدا جدا قوي قوي قوي. وبعد كده بقى هركب عادي المغناطيس بتاعنا، هخيطه بخياطة عادية جدا. هخيط من الناحية دي ومن الناحية دي، وتعالوا نشوف بقى الشنطة شكلها ايه.